يا ده محمد انت عمال ادور عليك، انت فين؟ ايه يا ابني في ايه؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ راح تتجوز على بنت عمك وائل؟ ايه المشكلة يا عم؟ المشكلة؟ هو مش الشارع محل الأربعة؟ يا ابني ده خاربين الدنيا هناك، وابوها مستحلف ان هو جاي يموتك، وفي ناس قالوا له اللي انت قاعد قدام القهوة. ايه المشكلة؟ خليه يجي يا باشا. ايه يا ابني تعالى معايا امشي. لا لا لا. يا ابني ده جاي لك ومش عارف ماسك ايه، أنا وهيخرب عايزك- الدنيا معاك. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنت عرفت الحقيقة ايه؟ لا. ما تعرفش صح؟ خليك قاعد بقى لحد ما هو يجي عشان تسمع وتحكم معاه. يا ابني انا خايف عليك، تعالى نمشي بس دلوقتي وبعد كده نشوف يا الحوار عم ده. أنا ما بخافش من غير من اللي خلقني. حول ولا قوة. بدل أنا على حق يا باشا وليا حق أقف قدام التخين. يا ابني ده ما بيتفهمش، ده انت عارفه. عارفه ولا مش عارفه يا عم؟ اللي أعلى ما التخين يجي يركبه. يا عم وانا معاك، ربنا يسترك. ايه بيه؟ ايه؟ لا حول الله. قاعد هنا استنى ايه؟ قول. ولا لا ايه مش عاجبك كلامي لا كمان؟ مش عاجبني والله. ما انت تتجوز على بنتي؟ ايه يعني يا بنت ها؟ مين يعني؟ تتجوز إيه على يا عم بنتي؟ واقف إيه يا عم لا واقف؟ يا باشا، هي معلش تلزمك تاني. يا عم ماشي. ما خلاص طلقها، يا عم عينيا لازم الاتنين. يطلقها دلوقتي. عينيا الاثنين. عينك انت الاثنين؟ سمعت منها صح؟ اه سمعت منك. طب صلى على رسول الله. قول عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. حلو الكلام. صلى على النبي يا عم وائل. عليه الصلاه والسلام. الرسول بيقول ايه؟ لما الراجل يطلب مراته في الحلال، الرسول قال ايه؟ اه يعني انت كنت طالبها وهي رفضت؟ قول لي بس. قول لي بس، رفضت يعني؟ اه ايوه. الرسول قال ايه بقى؟ اذا طلب الزوج زوجته ورفضت بتكون لا ملعونه من الملائكه بتلعنها لحد الصبح. الله ينور عليك. ده كلام ايه؟ الرسول. عليه افضل الصلاه والسلام. حلو الكلام. ادي بند. تاني بند. ما قالتليش كده. ما بتسمعش كلامي في اي حاجه. اما اجي اقول لها يا بنت الحلال ده صح وده غلط، تقول لي انت ما انتش عارف حاجه. انا وانا 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 وانا. ادي تاني بند. تالت بند. بتطلع في عز الحر واحنا مستحملين نفسنا بالعافيه، بالعيل الصغير اللي لسه مولود ما بقالوش شهر ولا شهر ونص. كل ده بتعمله؟ لا اله الا الله. يا عم لو مش مصدقني رن عليها واسالها. بتروح بيه فين؟ بتقعد تمشي بيه في الحر. اقول لها انت محتاجه حاجه رن عليا التليفون، انا هبعت لك او انا هاجي لك بنفسي واجيب لك طلباتك. انت ما تنزليش بالعيل عشان الجو كله امراض وبلا ازرق، وانا خايف على العيل الصغير برضه ولا بتنفضني. وساعه ما الواد يعيا قالوا محمد الحقني الواد بيموت. ايه يا عم وائل؟ طيب ماشي، مش كنت ترجع لي الاول؟ والله رجعت لك قبل كده. كنت وأنت ترجع لي. فاكر. لا كنت ترجع لي. طب كنت افتكر ترجع كده. لي كده، فاكر؟ افتكر كده من حوالي شهرين ثلاثه قلت لك يا عم وائل فهم بنتك الاصول اللي احنا اتربينا عليها زمان. انت رديت عليها قلت لي ايه؟ قلت لي بنت متربيه احسن تربيه. ماشي، ما أنت انا ما بس اللي مش بسمعش عارف غلط، ما بسمعش. تحزم الامور. ما سمعتش غلط انا خليني بقى دلوقتي مش لما عارف انت احزم الامور دي. وريني بقى انت هتعمل ايه؟ لو انت مكاني لما تطلب مراتك ما تلبش طلباتك. لما تقوم الصبح يا بنت الناس حضر هدومي عشان اروح شغلي، تنفض يعني من قاعد هنا على فيك التليفون بمعنى 24 أصح. ساعه. طب عملت عشاء؟ لا انا هطلب دليفري النهارده. ده التليفون بقى اهم مني واهم من ابنها. ايه يا عم وائل؟ من حقي اتجوز ولا لا؟ انا غلطان. والشرع يحلل ايه؟ 4 بدل يا سعاده الباشا مش مخليكي محتاجه حاجه، ولو جبت كيلو استفندي ليها بجيب لك زيها. مفيش اي حاجه عندي. وابنك كل طلباته متاحه، مفيش اي حاجه عندي. عايزه تطلقي انا موافق على الطلاق، مش هقول لها لا، لان بيني وبينك بنتك ما بتعشرش بجد. واللي انت شايفه يا عم وائل اعمله، بس الدخله اللي انت دخلتها عليها دي انت حسستني ان انا عملت انا بلوى. سمعت منها، ما سمعتش من اي حد واديك تاني. سمعت مني. هي ما فيش حد هيقول على غلطه. واديك سمعت مني. انا كده عرفت غلطها. شوف انت بقى كده ارجع هتعمل لها بقى واواجهها. واجهها يا باشا. اواجهها فعلا، هي بتعمل كده يبقى هي غلطانه وتتعلم الادب من تاني. وصلى على رسول الله. انا عارف انها هتنكر، انا معايا تسجيلات على التليفون عشان برضه عامل حسابي. بس انا عارف بنتك انت اللي مربيها على عيني وعلى راسي، بس انا عشرتها. ممكن فعلا، ممكن تغير كل حاجه. كل حاجه موجوده على التليفون يا باشا. شوف بنتك وشوف انت هتعمل ايه. هجيبها الوضع انها تبقى زوجه اولانيه
على عيني وعلى راسي. عايزه تتطلق برضه على عيني وعلى راسي. طيب اقول لك على حاجه دلوقتي، معلش ما تزعلش مني. هي حتى لو هي غلطانه برضو انا هاخدها بالعقل كده شويه وهربيها من جديد، فاهمني ازاي؟ ويمكن ترجع لصوابها عشان خاطر ابنكم، عشان خاطر ابنكم. الصلاه والسلام. على فكره بقى، عشان خاطر ابنكم. على فكره والله ده حوار انا كنت عامله يعني انت عامله هيصه كده عشان اعلمك. عشان تعلمها الادب. طيب خلاص، صلوا على النبي. يا باشا انا مش عايز صلوا على اخرب بيتي النبي، خلينا على نفس الحوار. انا مش عايز خلينا على نفس الحوار. انا بالظبط. هروح اقول لها فعلا ده هو اتجوز، وانت لو ما اعتنيتيش بيه واهتميتي بيه هو يمكن يطلقك. فهمت؟ هي بقى ترجع لصوابها. يا باشا شوف بنتك وانا تمام؟ معاك في اللي انت عايزه. ماشي. الله ينور عليك يا محمد، وانت فعلا يعني فعلا نسيت راجل كويس. يابا انا ما بتعداش خلاص؟ الاصول. الاصول ما بتعديهاش. اكيد طبعا، انت عارف اكيد طول عمرك رجوله. يا عم. عايز حاجه يابا؟ ماشي، السلام عليكم. ايه رايك بقى يا عم ابو حازم؟ لا، انت سمعت صح. الراي اهو. ايه رايك؟ لا والله صح، انت راجل محترم والله، والناس دي لو هي انت سبتهم هيبقوا خسروك والله العظيم. يعني انا عندنا لعب وازح. لا عداك العين. وعلى فكره زي ما انا قلت لك انا ما انا رضيتش اتجوزت. اتدخل ولا اتكلم عشان تبقى فاهم. عادي. يعني انتوا نسايب مع بعض وبتاع، بس انت كده عداك العين. وانا ولا اتجوزت ولا عملت. بص يا عم، انا صلى على حبيتها. النبي. انت راجل متجوز بشرع الله، تمام؟ وزي ما هي ليها طلبات وحقوق وانت بتعملها لها، انت كمان ليك طلبات وحقوق